السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلبة تانية ثانوي في كل مكان، معكم مستر محمد فتحي. وبعد بقى ما شرحنا الدرس الرابع في الوحدة الرابعة تاريخ الترم الثاني بعنوان الحياة العلمية وفنون العمارة، وكان على حلقة هي كبيرة شوية بس حلوة وكاملة على المنصة. أتمنى ان انت تكون شفتها وذاكرتها كويس جدا. فتعالوا بقى نحل أسئلة ويلا بينا بقى نبدأ ونقول بسم الله. نقول بقى بسم الله ونبدأ الحلقة بتاعتنا بالأسئلة الاختياري. رقم 1، يدل مضمون النص المقابل على ايه؟ نروح بقى للنص المقابل نقراه نشوف ايه الحكاية. انفتحت الحضارة الإسلامية على الحضارة الفارسية والهندية فأخذت منها الفلك والرياضيات وغيرها من العلوم وطورتها لتخرج للعالم في صورة إبداعية جديدة، فكانت نواة الحضارة الأوروبية الحديثة. انت فهمت ايه من النص ده؟ ان الحضارة الإسلامية ترجمت الكتب والعلوم بتاعت الحضارات التانية عشان تستفيد منها وتطورها، وده كان في الآخر ايه؟ نواة الحضارة الأوروبية الحديثة. يعني تقدر تقول كده ان الحضارة الإسلامية كانت عاملة زي الكوبري اللي أخذ العلوم من الحضارات القديمة، بعد كده الكوبري ده وصل العلوم للحضارة الجديدة اللي هي بتاعت أوروبا. تمام، يلا بينا ندور في الاختيارات على حاجة معناه الكلام ده. ابتكار الحضارة الإسلامية لعلمي الجبر والهندسة؟ لا طبعا. صعوبة الترجمة من الحضارات الأخرى؟ لا مفيش صعوبة. تقليد الحضارة الإسلامية للحضارات الأخرى؟ لا مفيش تقليد، هو ترجمة وبعد كده تطوير. دال، قيام الحضارة الإسلامية بدور الوسيط الحضاري، يعني كانت كوبري بينتقل عن طريقها العلوم من الناس القديمة للناس بقى بتوع الحضارة الأوروبية الحديثة. تعال بقى نخش على السؤال الثاني. نتج عن اهتمام المسلمين بالأمور الفقهية ظهور علم إيه؟ بص بقى، الأمور الفقهية هم حاجتين، يا إما بيتكلم على موضوع الفلك، حج وصوم بقى وصلاة والشهور الهجرية، يا إما بيتكلم على الجبر في موضوع المواريث. تمام، فندور عليهم في الاختيارات. ما تلاقيش غير الجبر. الجبر مرتبط جدا بموضوع ايه؟ الميراث والمواريث وتقسيمها وكده. نطلع فوق نخش على السؤال الثالث. يعد العلم الأكثر ارتباطا بإسهامات ابن البيطار هو ايه؟ طب هو الأول كده ابن البيطار ده بتاع ايه؟ ده بتاع علم صيدلة. ألف كتاب اسمه الجامع لمفردات الأدوية. عشان تعمل بقى تركيب أدوية محتاج علم ايه؟ ألف الكيمياء. بس كده. تعال بقى نخش على السؤال الرابع. أي من العلوم الآتية كان له تأثير على صناعة الآلات الموسيقية في الدولة الإسلامية؟ طب بص كده، آلات موسيقية يعني صوت، صح؟ صح. علم الصوت كان في ايه؟ الفيزياء. بس كده. تعال بقى نخش على السؤال الخامس. ارتبطت أهم المنشآت العمرانية التي تم بناؤها على الطراز الأيوبي بإيه؟ الأيوبيين كانوا بيحاربوا الصليبيين، فكانوا مشهورين ببناء القلاع، زي قلعة صلاح الدين عندنا هنا في مصر وقلعة حلب في سوريا. تمام، عشان بيحاربوا مين يا جماعة؟ اوعى تنسى، الصليبيين. تمام، يبقى بسبب التواصل الحضاري؟ لا، السياسة الخارجية للدولة اللي هو حرب ضد الصليبيين. تمام، نطلع فوق نخش على السؤال السادس. بيقول لنا يؤكد تنوع الطرز المعمارية طوال تاريخ الدولة الإسلامية على إيه؟ الطرز اللي هو أسلوب العمارة، تلاقي عمارة عربية، عمارة أيوبية، مملوكية، كمان أندلسية وسلجوقية ومغربية وصفوية وفارسية. كل ده بيدل على إيه؟ انفتاح الحضارة الإسلامية على غيرها؟ لا. طب تعدد الطاقات والخبرات بالحضارة الإسلامية؟ أيوة، شارك فيها شعوب متعددة، فكل واحد له أسلوب في البناء. نطلع فوق نخش على السؤال السابع. تمكن العالم الذي تعبر الصورة المقابلة عن أحد إسهاماته في اختراع علم استفاد منه المسلمين في إيه؟ تروح للصورة المقابلة في صورة راجل هنا أهو، ده مين؟ بيقولك الخوارزمي، مؤسس علم الجبر. علم الجبر مرتبط بإيه؟ بالميراث، تقسيم المواريث والميراث بتاع الناس وكده. يبقى مرتبط بإيه؟ يبقى المسلمين استفادوا من العلم ده في إيه؟ تأسيس علم البصريات؟ لا. تفسير الظواهر الطبيعية؟ لا. حل بعض المسائل الفقهية اللي هو إيه؟ تقسيم الورث. تركيب بعض الأدوية؟ لا. تعال بقى نخش على السؤال الثامن. أدى انفتاح المسلمين على تراث الحضارات الأخرى والاستفادة منها إلى تعرفهم على علم إيه؟
في علم المسلمين عرفوه من الحضارات التانية وهم بيترجموا الكتب، علم ايه؟ الفلسفة. انما الفقه لا، ده من ابتكار المسلمين، الاجتماع من ابتكار المسلمين، العروض من ابتكار المسلمين. تعال نطلع فوق نخش على السؤال التاسع. يعد علم اسلامي النشأة، يعني المسلمين هم اللي عملوه، وصنف كأحد فروع العلوم الإنسانية. جميل، لازم يكون علم هندور عليه في الاختيارات المسلمين هم اللي عاملينه وتبع العلوم الإنسانية. الفلسفة لا، اليونانيين هم اللي عاملينه. التاريخ ظهر من زمان، الجغرافيا من زمان. علم الاجتماع المسلمين هم اللي عاملينه واللي عمله ابن خلدون. تعال نخش على السؤال العاشر. هناك علوم ارتبطت نشأتها بعلوم أخرى ثم انفصلت وصار لها طابعها المميز. ينطبق مضمون العبارة السابقة على علمي إيه؟ علمي يعني علمين كانوا مرتبطين ببعض في النشأة، هو إيه؟ الحديث والتاريخ. الحديث بيرتبط بأي حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم، صلي بقى على النبي عشان تاخد حسنات. والتاريخ المسلمين لما بدأوا يكتبوه كانوا بيكتبوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلي بقى على النبي صلى الله عليه وسلم عشان تاخد حسنات. فالاتنين كانوا مرتبطين ببعض، بعد كده انفصلوا وكل واحد بقى له الشغل بتاعه. تمام. نخش على السؤال 11. يرجع السبب الرئيسي في إقبال المسلمين على العلم وتحصيله منذ بداية الدولة الإسلامية إلى إيه؟ ليه المسلمين من بداية الإسلام وهم بيحرصوا على العلم؟ لأن أول آية نزلت في القرآن هي إيه؟ اقرأ، اللي في سورة العلق. ايه بقى اللي في الاختيارات معناه كده؟ تشجيع الدولة للاهتمام بالعلم؟ لا. اهتمام الدولة بالعلماء اقتصاديا؟ لا. تقدير الناس للعلم والعلماء؟ لا، مش ده السبب. حث الإسلام على طلب العلم، والدليل ان اول آية كانت ايه؟ اقرأ. تعال نطلع فوق نخش على السؤال 12. يتمثل وجه التشابه بين الخليفة المأمون والخليفة معاوية بن أبي سفيان تجاه العلماء في ايه؟ ان الاتنين الخليفة المأمون ومعاوية بن أبي سفيان كانوا بيحرصوا ان مجالسهم تضم علماء عشان يأخذوا مشورتهم في امور الدولة. يبقى الانفاق ببذخ على حركة الترجمة؟ لا. افادة العلماء لأوروبا لتعلم العلوم العقلية؟ لا. تقريب العلماء ومجالستهم. التوسع في إنشاء المدارس؟ لا. تعال بقى نخش على السؤال 13. تعددت المؤسسات التعليمية في الدولة الإسلامية في ضوء مضمون العبارة السابقة. حدد أي من المؤسسات التعليمية التالية كانت الدولة الإسلامية في أمس الحاجة لها إمتى؟ في فترة صدر الإسلام. الفترة بتاعت صدر الإسلام اللي هي الفترة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي عشان تاخد حسنات. تمام. في الفترة دي بقى كانوا مهتمين بأنه مؤسسة من المؤسسات التعليمية الأربعة هي المساجد. كل ما المسلمون يروحوا مدينة أول حاجة يعملوها يبنوا مسجد، زي الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة أول حاجة بناها إيه؟ مسجد. تمام. تعال بقى نخش على السؤال 14. بدأ ظهور المدارس في الدولة الإسلامية منذ إيه؟ المدارس ظهرت في الدولة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، وكمان ازدهرت في القرن الخامس الهجري. جميل أوي الكلام. الفترة دي بقى الرابع والخامس الهجري كان في أنه فترة؟ عصر الخلفاء الراشدين؟ لا. عصر الدولة الأموية؟ لا. عصر عباسي أول؟ لا. العصر العباسي الثاني. تمام. العصر العباسي الأول على فكرة بينتهي سنة 232 هجرية. تمام. وبعدها بقى بيبدأ معنا العصر العباسي الثاني اللي بينتهي سنة 656 هجرية. تمام. تعال بقى نطلع فوق ونخش على السؤال 15. لكل مشكلة حل. سياسة طبقها المسلمون لحل مشكلة ازدحام الحلقات في المساجد بطلاب العلم من خلال ايه؟ لما ازدحمت الحلقات بتاعت العلم في المساجد الحل كان ايه؟ نشأة المدارس. يبقى تشجيع الدور العلمي المساجد؟ لا. تنويع العلوم؟ لا. انشاء المدارس الأهلية والعامة، ده كان الحل. ابتكار انواع مختلفة من المكتبات، ده اللي هيكون بعد كده المرحلة اللي بعديها. تعالوا بقى نخش على السؤال 16. تأثرت العمارة الغربية ببعض الأساليب المعمارية الإسلامية لعدة أسباب ويخرج عنها إيه؟ تمام. طريقة العمارة الغربية في أوروبا اتأثرت ببعض الأساليب المعمارية الإسلامية، ولكن في حاجة في الاختيارات ملهاش علاقة بالموضوع أصلا، هي إيه؟ تعال ندور. دراسة فنانين الغرب للعمارة العربية في مدن العرب حصل، يبقى نطلعه بره. ازدهار حركة الترجمة في عصر الدولة، ده ملوش علاقة خالص بالعمارة.
طب نشوف الباقي. الفتوحات الإسلامية في جنوب غرب أوروبا اللي هي الأندلس، ده من الأسباب، يبقى نطلعها بره. التطور المعماري في إحدى جزر البحر المتوسط، يقصد يعني صقلية، ده من الأسباب، فنطلعها بره. تعال بقى نخش على السؤال 17. تشابهت ظروف نشأة علم القراءات في الدولة الإسلامية مع ظروف نشأة علم إيه؟ نتيجة الفتوحات الإسلامية ودخول غير العرب في الإسلام نشأ علم القراءات عشان يقروا القرآن مظبوط، وكمان نشأ علم النحو. تمام قوي. نطلع فوق نخش على السؤال 18. يتشابه كل من علم الفلك والجبر بالدولة الإسلامية في ارتباطهما بإيه؟ علم الفلك بيحدد أوقات الصلاة وكمان الصوم والحج كمان، فطبعا مرتبط جدا بالدين. الجبر مرتبط بالفقه اللي هو الميراث. تمام، يبقى مرتبطين بإيه؟ أحكام الشريعة الإسلامية. الصناعات الحربية لأ. فتوحات الدولة الإسلامية لأ طبعا. علوم الطب والزراعة لأ. تعال بقى نطلع فوق نخش على السؤال 19. بيقول لنا يرجع اهتمام المسلمين بعلم الجبر إلى أسباب إيه؟ المسلمين كانوا مهتمين بعلم الجبر عشان إيه؟ تقسيم الميراث. ده كده أسباب إيه؟ دينية وسياسية. هو دينية تنفع بس سياسة لأ. سياسية وعسكرية لأ. اقتصادية وعسكرية لأ. دينية تنفع. اجتماعية عشان الميراث ده بتاع المجتمع ماشي تمام كده. تعال بقى نخش على السؤال 20. ظهر تأثير المذاهب الفقهية الإسلامية على المؤتمرات العالمية خلال النصف الثاني من القرن العشرين من خلال إيه؟ المؤتمر اللي هو بتاع المرأة ده عشان تحصل على حقوقها الأهلية. تعال بقى نشوف. حصول العبيد على حقوقهم لا. المساواة بين طبقات المجتمع لا. حصول المرأة على حقوقها الأهلية، يكون عندها حق البيع والشراء والتملك والكلام ده. حرية العقيدة والعبادة لا طبعا. تعال بقى نخش على السؤال 21. ترتب على دخول غير العرب في الإسلام ظهور علم إيه؟ ظهور علمين، النحو وكمان القراءات. يلا بينا ندور على حاجة منهم. عروض لا. أدب لا. تاريخ لا. قراءات. تعال بقى نخش على السؤال 22. يرجع تنوع وتعدد المؤسسات العلمية في الدولة الإسلامية إلى إيه؟ ليه تنوعت المؤسسات العلمية في الدولة الإسلامية؟ ده بسبب إيه؟ اتساع الدولة الإسلامية؟ لا. طب التأثر بالحضارة الغربية؟ لا. الاستقرار السياسي للدولة الإسلامية؟ لا. بسبب زيادة عدد المتعلمين وازدحام الحلقات في المساجد، وكمان تعدد العلوم. بقى في علوم عقلية وطبيعية وحاجات حلوة كده، فما ينفعش بقى المسجد، محتاجين نعمل تجارب وكده فعملوا مدارس. تعال بقى نخش على السؤال 23. ارتبط بداية ظهور المراكز التي تجمع بين العلوم الدينية والتجريبية بوجود ايه؟ بص بقى، في البداية خالص المسلمين كانوا بيتعلموا في المساجد وكمان كتاتيب، كلها علوم دينية. لكن بدأ يحصل تنوع في العلوم ويدرسوا بقى علوم طبيعية وعقلية لما ظهرت ايه؟ المدارس في القرن الرابع الهجري. تمام؟ تعال بقى نخش على السؤال 24. ساعدت سياسة الخليفة العباسي المأمون في الحياة العلمية على ايه؟ بص بقى افتكر كده، الخليفة المأمون كان بيعمل ايه؟ اي حد يترجم اي كتاب للغة العربية يديله وزن الكتاب ذهب. ده ساعد على ايه؟ ازدهار حركة الترجمة. تمام؟ والمسلمين هيستفيدوا من علوم الحضارات الاخرى. تعال بقى ندور على حاجة شبه الكلام ده في الاختيارات. امتداد اثر الحضارة الاسلامية الى اوروبا؟ لا طبعا. ارتفاع المكانة السياسية لعلماء المسلمين؟ المكانة السياسية لا. انضمام العلماء للطبقة الخاصة؟ لا، هم انضموا للطبقة الخاصة من ايام الخليفة معاوية بن أبي سفيان لما ضمهم للمجلس بتاعه. استفادة المسلمين من الحضارات الأخرى عن طريق إيه؟ حركة الترجمة. تعال نطلع فوق ونخش على السؤال 25. بلغ التطور العلمي في الدولة الإسلامية خلال العصر العباسي قمة ازدهاره بفضل إيه؟ بفضل إن هما كانوا عاملين إيه؟ ازدهار حركة الترجمة. يلا بينا ندور في الاختيارات على حاجة شبه الكلام ده. اتساع حركة الفتوحات الإسلامية؟ لا. اهتمام الدول المستقلة بالعلم؟ لا. انفتاح المسلمين على الحضارات الأخرى وده اللي معناه ترجمة. اهتمام المسلمين بالعلوم الدينية؟ لا. تعال بقى نخش على السؤال 26. تزامن ظهور الكتاتيب بالدولة الإسلامية مع إيه؟ بص بقى، الكتاتيب ظهرت في بداية الدولة الإسلامية مع المساجد. تمام؟ يبقى مع ظهور الدور العلمي للمساجد.
تمام. تعال بقى نخش على السؤال 27. بيقول لنا توجد علاقة بين ازدهار حركة الترجمة في العصر العباسي وظهور ايه؟ بص بقى، حركة الترجمة ازدهرت جدا مع ازدهار العلوم في العصر العباسي بعد ما انشأوا ايه؟ المدارس. الكتب بقى هتكتر، فيعملوا ايه بعد كده؟ مكتبات. خلي بالك بقى من النقطة دي، الموضوع متسلسل ورا بعض. تعال بقى نخش على السؤال 28. يدل تطور صناعة القناديل والشمعدانات في الدولة الإسلامية على ازدهار علم ايه؟ بص الأول واحدة واحدة كده. القناديل والشمعدانات الاتنين تبع الصناعات ايه؟ المعدنية. الصناعات المعدنية محتاجة الأول ايه؟ صناعة تنقية المعادن. تنقية المعادن دي بقى مرتبطة بعلم ايه؟ جيولوجيا؟ لا. فيزياء؟ لا. كيمياء؟ ميكانيكا؟ لا. تعال بقى نخش على السؤال 29. يرجع السبب وراء تنوع الفنون المعمارية للحضارة الإسلامية إلى ايه؟ السبب وراء تنوع الفنون هو حاجتين في العمارة، يعني هو حاجتين: الهدف من بنائها اللي هو وظيفتها يعني، وكمان الطراز اللي اتبنت عليه. فتعال نشوف. التأثر بالطرز المعمارية للفرس بس؟ لا. التواصل الحضاري مع أوروبا؟ لا. الحقبة التاريخية اللي هي الوقت اللي اتبنت فيه، وكمان الغرض من إنشائها. التنافس العلمي بين الأمصار الإسلامية؟ لا، ما حصلش. تعال نطلع فوق ونخش على السؤال 30. ترتب على اتساع الدولة الإسلامية ظهور علم إيه؟ واحدة واحدة. لما اتسعت الدولة الإسلامية دخل غير العرب في الإسلام، فظهر عندنا النحو وكمان علم القراءات. يلا بينا على الاختيارات ندور. نحو اهو، بس كده. تعال بقى نخش على السؤال 31. ظهر علم التاريخ في الدولة الإسلامية كعلم مستقل منذ عصر. الأول كده علم التاريخ كان مرتبط في البداية بعلم الحديث لما كان بيكتبوا سيرة وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي عشان تاخد حسنات. تمام. التاريخ بقى من امتى بقى علم مستقل؟ في أواخر القرن الثاني الهجري. أواخر القرن الثاني الهجري، يعني في العصر ايه؟ بتاع العباسيين. بس كده. تعال بقى نخش على السؤال 32. استحدثت الحضارة الإسلامية عدة علوم أهمها علم ايه؟ يعني في علم المسلمين هم اللي عملوه. التاريخ؟ لا. الفلسفة؟ لا. الجغرافيا؟ لا. الفقه. ده مرتبط بالدين الإسلامي، فلازم المسلمين هم اللي يكونوا عاملينه. نطلع فوق نخش على السؤال 33. يعد من أسباب ظهور علم القراءات في الدولة الإسلامية إيه؟ دخول غير العرب في الإسلام، وده حصل نتيجة إيه؟ اتساع حركة الفتوحات الإسلامية. تعال بقى نخش على السؤال 34. تعد أكثر المؤسسات التعليمية تنوعا بالدولة الإسلامية هو إيه؟ أكتر مؤسسة تعليمية ليها أنواع كتير هي المكتبات. ليها 4 أنواع. في مكتبات بتاعة المساجد، مكتبات المدارس، ومكتبات عامة، وكمان مكتبات خاصة. 4 أنواع. خلصنا الأسئلة الاختياري، نطلع فوق نخش بقى على المقالي والمشاوي. نبدأ بالسؤال 35. بيقول لنا فسر، يعني يقول لنا السبب. أسباب اهتمام الأيوبيين بالعمارة الحربية. ليه؟ بسبب تصديهم للحملات الصليبية. بس كده. تعال بقى نخش على السؤال 36. بيقول لنا حدد الأثر الدال على وصول أحكام الفقه الإسلامي إلى بلاد الغرب. فأنت هتقول حيث تأثر القانون المدني الفرنسي ببعض أحكام الفقه المالكي. بس كده. تعال بقى نخش على السؤال 37. ما العلاقة بين علم الجغرافيا وعلم الجيولوجيا عند المسلمين؟ ايه العلاقة بين الاتنين؟ فانت هتقول حيث اهتم المسلمون بالجيولوجيا وعرفوا توزيع اليابس والماء. مش عارف ايه اللي انا كتبته ده. اليابس والماء، ووصفوا تضاريس سطح الأرض، مما ساعد علماء الجغرافيا
في وصف البلاد وصفا دقيقا ومدعم بالخرائط. معلش يا مزنقة لأن مفيش مكان أصلا. تعال نطلع فوق نخش على السؤال 38. بيقول لنا حدد مدى مصداقية العبارة الآتية: لم تقتصر النهضة العلمية في الدولة الإسلامية على جهود الدولة. فأنت هتقول عبارة صادقة. ليه بقى؟ حيث كانت هناك مدارس أهلية بجانب المدارس العامة، وكمان ومكتبات خاصة في بيوت، هنكتب هنا بقى الخلفاء والأمراء والعلماء والتجار. بس كده. تعال بقى نخش على السؤال 39. بيقول لنا حدد الأثر الناتج عن ظهور علم الحيل النافعة بالدولة الإسلامية. حصل إيه؟ هو مفيش مكان بقى خالص بقى، فأنا هقول لك بقى. حصل إنه تمكن العلماء المسلمين من صناعة مئات الآلات الميكانيكية زي الساعات المائية، وكمان صنعوا آلات رفع المياه التي استفاد منها الفلاحين أو المزارعين. كمان صنعوا آلات صناعة الورق، وكمان البوصلة، وكمان الاسترلاب. تمام، هو مفيش مكان زي ما انت شايف كده. تعال نطلع فوق نخش على السؤال 40. دلل تاريخيا على صحة العبارة التالية: يعد عصر الدولة العباسية قمة الازدهار العلمي في الحضارة الإسلامية. ليه؟ حيث ازدهرت صح كده حركة الترجمة، وازدهرت المدارس وجميع العلوم في الدولة الإسلامية. بس كده. تعال بقى نخش على السؤال 41. دلل تاريخيا على صحة العبارة التالية: مثلت التجارة عنصرا مهما لازدهار علم وصف الأرض في الدولة الإسلامية. علم وصف الأرض اللي هو الجغرافيا. فأنت هتقول نتيجة رحلات العلماء سواء لطلب العلم أو التجارة، تمكن العلماء من وصف البلدان وصفا دقيقا ومدعم بالخرائط. في همزة اهي بس كده مظبوط. تعال بقى نخش على السؤال 42. دلل على صحة العبارة الآتية تاريخيا: تأثر الغرب بالمؤلفات الأدبية للمسلمين. فأنت هتتكلم على شكسبير، اقتبس موضوع مسرحيته العبرة بالخواتيم من قصص ألف ليلة وليلة. وتأثر دانتي في كتابه الكوميديا الإلهية برسالة الغفران لأبي العلاء المعري. بس كده. تعال بقى نخش على السؤال الأخير 43. حدد العلاقة بين الخلفاء العباسيين والعلماء. إيه العلاقة بينهم؟ فأنت هتقول حيث شجع الخلفاء العباسيون العلماء ومنحوهم الهبات والعطايا تشجيعا على عطائهم العلمي. فكان الخليفة المأمون يعطي على الكتاب
المترجم إلى العربية لمترجمه وزن الكتاب ذهب. تمام، بس كده الحمد لله نكون خلصنا حل الأسئلة بتاعت الدرس الأخير اللي هو الحياة العلمية وفنون العمارة. أتمنى بقى الحلقة كانت سهلة بسيطة جميلة لذيذة وأنت استفدت منها. ما تنساش انزل اعمل لايك وتابعنا على جروب الواتساب، هتلاقي اللينك في صندوق الوصف تحت الفيديو. وانتظروا بقى حلقة مراجعة جامدة نار، هرجع لك كده الذاكرة بتاعتك، أخليك تفتكر المنهج كله إن شاء الله بإذن الله. وبس كده تكون خلصت. اللي عنده سؤال أو استفسار اكتبه في كومنت أرد عليك إن شاء الله. وانتظروني الحلقة اللي جاية بإذن الله. وكان معكم مستر محمد فتحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.